أخطر غلطة بنعملها في أول لقمة فطار وإحنا فاكرين إننا بنعمل الصح. بعد ساعات صيام طويلة، أول حاجة بنمد إيدنا عليها إيه؟ سكر، سواء عصير محلى، حلويات، أو حتى عيش أبيض بكميات كبيرة. المشكلة مش إنك كلت سكر، المشكلة إن جسمك بعد الصيام بيكون حساس جدا. أول ما السكر يدخل فجأة، مستوى السكر في الدم يعلى بسرعة جدا. البنكرياس يرد بسرعة ويفرز كمية كبيرة من الأنسولين. النتيجة، بعد شوية تحس بهبوط، نعاس، وكسل بعد الفطار مباشرة، وساعات صداع أو رغبة إنك تكمل أكل بدون تحكم. طيب نعمل إيه بدل الغلطة دي؟ ابدأ بحاجة خفيفة ومتوازنة، تمرات قليلة، مية، وبعدها بروتين أو ألياف زي بيض، شوربة، سلطة، أو فول بكمية معتدلة. رتب دخول الأكل لجسمك، وما تخليش أول لقمة تكون صدمة سكر. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.